اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده جايلكم فيديو مشتريات بإذن الله يعجبكم. تابعوا معايا الفيديو الآخر، هقول لكم الأسعار واقول لكم المكان اللي انا شاريه منه الحاجات دي. تمام. ده في الأول كده الكاتل ده كنت جايباه مع الفريزر، يعني بقاله يجي عندي يجي شهرين. تمام. فكنت عيناه بالكرتونه بتاعته كده، ما استعملتوش. قلت ايه، اما اجيب شويه الحاجات اللي محتاجاهم في المطبخ ابقى اعمل ايه فيديو ايه، ابقى اعمل يعني في الفيديو المشتريات مع بعض. تمام. ده كاتل نوع بايركس، مرضيش اجيب الاستانلس ده، نوعه خامته حلوه قوي. الساعه بتاعته 2 لتر. تمام. شكله حلو قوي وخامته كويسه وشغلته ممتاز. جايباه ب 400 جنيه. كان في نوع ب 500 جنيه، وكان في نوع اصغر منه ب 350، فانا جبت ايه اللي هو الوسط. حلو قوي ما شاء الله عليه. وباذن الله برضه حافظ عليه وكده، وخامته حلوه قوي وتقيله. فانا ما رضيتش اجيبها ب 500. هو ايه يعني، فرق شركات، كل شركه بتنزل ايه الموديل بتاعها، يعني المنتج بتاعها بسعر. جايباه ب 400 جنيه. تمام. يا ريت بقى انت اول مره بتشوفيني ومش مشتركه في القناه، تنوريني باشتراكك وتعملي لايك للفيديو لو عجبك. ويا ريت تكتبي بقى تعليق حلو كده منك تفرحيني وتشجعيني بيه. تمام. دي هشيل بس الكرتونه كده اوسع من قدامي عشان اوريكم بقيه الحاجه اللي انا ايه جايباها. ديت بقى الاطباق الستانلس. ده طبق صغير، يعني مثلا في تتبيله بقى فراخ بانيه كده صغير. ده ب45 جنيه. ده سعره ب45 جنيه. الستانلس نوع حلو قوي وتقيل ومحمل. وحاجه بقى ايه انتوا عارفين الستانلس بقى ايه صحي وحلو يعني عن البلاستيك والالومنيا وكده. ده مقاس كبير. ب85 جنيه. ده ب85 جنيه. العجانة يعني بعمل مثلا فيها العجين كيلو ونص دقيقة أو كده، كميات صغيرة. ب85 جنيه. ده مقاسه 34. هرجعه بس ورا عشان ايه، تبقى المكان فاضي قدامي. ده اللي هو أكبر بقى شوية، مقاسه 40. مقاسه 40 ب145 جنيه. دي بقى ممكن أسلق بقى فيها كرومب أحسن من الحلة الألمونيا. بتبقى بتغلبني بقى على ما بغسل مسلق فيها كرومب وكده. ده بسلق فيها كرومبة، أو أعمل مثلا معجنات 3 كيلو دقيق، كميات يعني كبيرة. حلوة قوي وخامته برضه نضيفة زي الطبقين التانيين. ده بقى ايه، براد استانلس. هتقولي بقى انت جبت ايه براد وجبت كاتل؟ البراد له استخداماته وكاتل له استخداماته. بنتي برضه قالت لي كده، قالت لي يا ماما انت يعني جبنا كاتل، جبت البراد ليه؟ الكاتل انتوا عارفين انه بيسحب كهرباء. هستعمله مثلا نيجي نعمل شاي، او مستعجله مثلا ميه سخنه وبعمل اكل، هشغله. اما البراد لما يكون ايه بعمل حاجه براحتي وكده، اشغل ايه بعمل فيه على البوتاجاز، فاهمني؟ ده السلس 18/10، نوع نضيف قوي برضو حلو. تركي. سعته 2 لتر. في اللي هو الحجم الصغير بيبقى سعره اقل، ده جايباه ب280 جنيه. كان الصغير ب225، اللي هو الوسط، والاصغر منه كان ب185. فانا جبت اللي هو الايه المقاس الكبير. افضل سلستين تجيبيه اللي هو 18/10. تركي ما شاء الله عليه، حلو وكبير وخامته بجد تحفة. والحاجة اللي موجودة في البيت ما بتخسرش. ديت بقى قلاية، من قلبها ألمونيا ومن بره استانلس، والايد بتاعتها برضو استانلس. هفتحها برضو اوريها لكم. تقيلة محملة، نوع الدهان انضف حاجة في الألمونيا. نوع الدهان الألمونيا بتاعته تبقى نضيفة وحلوة وبتنضف على طول. هي من ورا الاستانلس والايد بتاعتها استانلس. جايباها 245 جنيه.
واقول لكم الحاجات ديت اللي أنا جبتها من المكان جايبها منين يعني بالظبط. لو انت وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش بقى تعملي لايك. طلع بقى نشوف الصواني، هرجعها ورا ونشوف ايه الصواني اللي ايه ما شاء الله عليها. هطلعها بس من الكرتونة كده واوريها لكم. نوعها مش نوعها بونيرة جرانيت، مكتوب عليها برضو من ورا تركي. هفتحها برضو اوريها لكم، هما 3 في بعض بس مقاساتهم كبيرة، مقاسات الصواني نفسها كده كبيرة، حلوة بقى في الكيكة وكده. بس مش عارفة يعني في تسوية المعجنات بتبقى احسن ولا الالومنيا. يعني بصراحة انا اول مرة اشيل الصواني ديت اللي هي غير الالومنيا. حلوة اوي، خامتها حلوة ونضيفة، بس مش عارفة تسويتها بقى في التسوية في المعجنات احسن ولا الالومنيا. بصراحة يعني ما جربتهاش قبل كده، يعني بتاخد وقت في السوا زي الالومنيا ولا بتبقى مختلفة. باذن الله هجربها برضو واقول لكم لو انتوا عندكم اي فكرة عنها ولا كده وعندكم بتجربوها، يا ريت ايه تكتبوا لي في التعليقات. ديت اللي الصينية اللي هي الوسط، وديت اللي هي الايه كبيرة، ما شاء الله عليها مقاسها كبير. دي كبيرة مش مقاسها صغير، ممكن تكون التصوير بس يظلمها والله، مقاسها كبير. دي اكبر واحدة. هجربهم برضو. دي كان اخر حاجة في المعرض اللي انا جايبه منه. مديهالي ب675. قال لي بقى ده السعر القديم، يعني اللي هيجيبوه جديد ده يبقى سعره اغلى من كده. وفي شهر 12 ده يعني خلاف اي سنة ما فيش فيه ايه خصومات. كل حاجة انت عارفين كل حاجة غالية، ما فيش فيه خصومات يعني على حاجة. وقال لي ده السعر القديم سعرها 675. ما شاء الله عليهم، هم اتقالوا حلوين. وبإذن الله برضه حافظ عليهم ومش عايزين يغسلوا بسلكة، سلكة بتبوظهم وبتجرحهم. اجيب لهم لفة اللي هي الايه مخصصة ليهم. تمام. دي بقى شوية اطباق كده، جبتهم ميلامين، نوعهم حلو أوي ونضيفة، تقيلة يعني وحلوة. ده بس اللي هو الأصفر ده، والأطباق الباقية جايبهم كلها بيض فاتحة. في طبق بقى ب22 جنيه، وفي طبق ب20، وفيه طبق ب27 ونص. اللي هم الطوال هم دول بتاعهم ب27 ونص. ده ان هو الأطباق المدورة ديت 2 والطوال دول 2. حلوين أوي فاتحين، حتى مثلا بيبقوا في التصوير لو بعمل فيهم أكل ولا كده بيبقى في الإضاءة حلوين يعني وكده، أحسن ايه من اللي هي الأطباق اللي تبقى غامقة. ده اللي مكتوب عليهم من ورا، ده المقاس بتاعه. طبعا الحاجات دي قبل ما استعملها اغسلها حلو واسيبها تنشف كده، وبعدين بعينها في ظرف في المطبخ. نجيب بقى الحاجات اللي هي الرفيع ديت. ده مضرب للبيض ب17 ونص. ديت المصفى ب45 جنيه. نوع حلو قوي، والسلس نضيفة تقيلة ومحملة، هي باينة قدامكم في الكاميرا، والايد بتاعتها خشب. انا عندي واحدة كانت بقى عادية من اللي هي كانت ب10 جنيه وب12 جنيه، ايدها اللي انكسرت. كانت رأي يعني من نوع قديم كده يعني وعادية، يعني مش خامتها مش نظيفة. طبعا المقاس اللي هو الوسط بيبقى غالي، والمقاس الأكبر منها بتبقى أغلى. دي اللي هو المقاس الصغير خالص ب45 جنيه. بس السلس حلو يعني مش سلك من اللي هو اللي بيصدي، لا نظيفة حلو. دي بقى ماسك ب27 جنيه ونص. ديت قطع للبيتزا ب17 ونص. كبيرة وحلوة.
مش مليها، اصل الدايرة بتاعتها صغيرة. دي هرسة بقى للبطاطس او للفول. وديت سكينة صغيرة اللي بتاعتها جرانيت. السكينة ب17.5. والهرسة برضو بتاع البطاطس ب17.5. دي بقى علبة واحدة انا جايباها كده، علبة توابل مربعة، دي مقاس الصغير. انا عندي اخر علبة في الطقم الطويل بتاع جوازي كانت اخر واحدة وانكسرت، فانا جايباها للملح. عندي البرطمان اللي حاطه فيه السكر برطمان استانلس. ممكن اخلي دي للسكر بقى، والبرطمان الاستانلس اللي عندي احط فيه الملح. دي جايباها ب14.5. باذن الله بجيب طقم توابل كده على بعضه، وما اجيبه باذن الله برضه هوريهولكم. ديت بقى بتاع عصيان الشيش طاووق، الكيس ب8 جنيه ونص. الاتنين ب17 جنيه. ديت المقاس الصغير. ده شفشق بقى ودورق للعصير. مقاس كبير ب27 جنيه ونص. الحاجات دي بقى شارياها من ميت غمر، من الدولية. ديت الفرشة بتاع غسيل السجاد من غير ايد ب17 برضو ونص. بس هي من غير ايد، يعني شاريها بالسعر ده من غير الايد بتاعتها. تمام كده. يا رب تكون المشتريات النهارده عجبتكم. ولو انتوا بتحبوا الفيديوهات من النوع اللي هي ديت المشتريات غير الروتينات او كده، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. وباذن الله بقى بجيب مجات بقى ايه، هحطها اعمل لها ماسوره في قلب في قلب اخر المطبخ كده من فوق، وبعلق فيها المجات. بس انا يعني ما جبتهاش المره دي، قلت في اي وقت تاني يعني وكده. وبعلقها في الايه في الحيطه كده، عشان ايه ما بحبش حاجه تكون ايه على الرخام. واحط بقى الكتل في الاخر كده. انتوا عارفين الرخامه فاضيه مفيش فيها يعني ايه، ما بحبش حاجات كتيره متكومه عليها. مفيش عليها الا السكر والشاي. واحط طبعا جنبها الكتل. وباذن الله لما اجيب المجات هبوريها لكم. ورب يكون الفيديو عجبكم النهارده، وشكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.